السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل قرص طرية باللبن الرايب. هنبدأ بالبلح اللي هو الحشوة. معايا بلح اسمر كان متفرز، هبدأ اغسله وابدأ اقشره واشيل منه النوايا. هنا بيظهر بالشكل ده. طبعا معايا ووك بدأت سخنتها، ضفت فيها قطعة كبيرة من الزبدة، وهبدأ ان انا اشوح البلح اسويه، وبعد كده بهرسه لغاية ما بيديني بيكون لين شوية. بعد كده بسيبه لغايه ما يبرد. هنا معايا 2 كيلو من الدقيق هبدا انخله. هنا معايا ربع كوبايه من الميه، ببدا اضيف لها معلقتين كبار سكر ومعلقتين خميره فوريه واقلبهم، طبعا الميه دافيه، واسيبهم اغطيهم واسيبهم على جنب. هنا هنرجع للدقيق، رشه ملح، معلقه كبيره كيك شيف، 5 معالق كبار من السكر، وهبدا اقلبهم. بعد كده كوبايه ونص من السمنه البقري مذابه، طبعا دافيه شويه، ونص كوبايه من الزيت. هبدا ان انا اخلطهم الاول بالمعلقه لانهم كانوا لسه دافيين. بعد كده ببدأ ان انا اغلف كل حبيبات الدقيق بالمادة الدهنية. طبعا الخطوة دي بتاخد وقت كبير، يعني اهم حاجة لغاية ما بنظهر بالشكل ده. ده كده يبقى زي حبيبات الرمل كده. بعد كده بضيف معلقة كبيرة من الخل، وبعد كده الخميرة اللي احنا عملناها، 4 كوبايات من اللبن الرايب طبعا مدفياه، كل الحاجات اللي معايا متدافية. بعد كده بضيف نص كوباية من المية الدافية، وابدأ ان انا اعجنهم زي ما بيظهر معانا في لقطة كده، ان هي العجينة لما بناخد منها كرة ما بتشققش، نعملها دايرة كده ونبدأ نضغط عليها ما بتشققش. هنا عملت جزء كده كورته وعملته سادة. هنا الجزء التاني ده هبدأ ان انا اكوره برضو، المفروض ان انا اغطيه في الوقت ده، يعني لو حد بيعمل بس عشان التصوير. هنا باخد جزء من الحشوة، حشوة البلح، ممكن نحشي بقى جبن، نحشي اي حاجة، او اللي هي العجوة اللي هي المخلية الجاهزة. طبعا العجوة المخلية الجاهزة ده لها نظام تاني، انما دي اللي كانت متاحة، البلح الاسمر اللي كان متاح عندي. هنا ببدأ ان انا اشكل. طبعا في الوقت ده انا ما سبتش العجينة تخمر لان الكمية كبيرة ومفيش معايا حد ومفيش وقت، فحبيت ان انا ابدأ فيها. على ما اخلصها ان شاء الله هتكون هي خمرت لوحدها، يعني تاخد الخمر بتاعها وترتفع مع نفسها. هنا ببدأ اقفل، اهم حاجة التقفيل. طبعا هنا لما جيت ان انا اعملها، باخد الجزء اللي احنا قفلنا بيه الكرة هو اللي بيبقى فوق، والجزء التاني اللي هو فوق اللي هو الوش بتاع القرصة اللي هيفضل معانا لاخر التسوية هو اللي بيبقى ناحية المفرش. هنا ببدأ اعمل واغلف عشان نبقى محافظين على شكل القرصة، ونغلف جامد. ممكن نعملها ما بين ايدينا وممكن نعملها على المفرش كده. هنا ممكن ان احنا نبدأ ان احنا نفردها على المفرش، ودي بتكون اسهل بكتير من الصينية. هنا انا بدأت افرد في الصينية، بس طبعا ما كان الموضوع مرهق لان هي اصلا لا ارتفعت ولا اختمرت. طبعا على المفرش بيكون اسهل. في الوقت ده انا بخلص كل الكمية. اي صينية بخلصها بغطي عليها بمفرش، اغطي عليها بفوطة او بمفرش حاجة نظيفة بتاعت العجين. بعد ما بخلص كل الكمية، مجرد ما بلاقي العجينة بدأت تختمر، شكلها بيختلف عن ما احنا كنا عاملينها. بناخد اول صينية، طبعا في الوقت اللي احنا خلاص هنسوي بنشغل الفرن على نار عالية، ناخد اول صينية بدأنا فيها في تشكيلها. عشان كده انا عملت واحدة سادة عشان تبقى ايه، معلماها في الاول. بدخلها على الرف القريب من الشعلة من تحت وعلى نار عالية، وتاخد شكل من تحت، ابدا اطلعها لفوق تحت الشوايه تاخد اللون. طبعا ده فرن البوتاجاز وده التسويه بتاعته. اتمنى الفيديو يعجبكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.